الحرفة وانت عديت، راسي بالشاش ياخد الطيت، على صوت النحاس تربيت. يا مهنة الجياجيال، وينك يا صاحب الغلال؟ وين الحايب والدلال والأواني في السوق تلال؟ مهنة زمنية من جدودنا محكية، نقشة في الفضة والجبة زادت حنية، خير بلادي مهنة زمنية. خدم زمان يا خدم زمان، عرفة اليد ما فيهاش نقصان، كانوا رجال يبنوا البنيان واليوم نذكرهم في كل مكان. النجار يصنع في الخشب والبيبان، والحداد يحرق في الحديد ويعمل طفال الخزان. مهنة زمنية من جدودنا محكية، نقشة في الفضة والجبة زادت حنية، خير بلادي مهنة زمنية. عسلامة، مرحبا بكم مستمعين الكرام، كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله يكون خير وبركة علينا الكل. أنا حبيبة رمضاني في برنامج مهنة زمنية على راديو مهنة صوتك على الويب. برنامج مهنة زمنية هو برنامج يحكي على الحرف والمهن التقليدية اللي توارثناها على جدودنا، واللي الشباب ينجم يتكون فيها بمراكز التكوين المهني التابع للوكالة التونسية للتكوين المهني. احنا معاكم طيلة شهر رمضان باش نحكيو على كل مهنة. مرحبا بكم، عسلامتكم، مرحبا بكم في برنامج مهنة زمنية على راديو مهنة صوتك على الويب. حلقتنا اليوم باش نحكيو على الجبة التونسية. الجبة التونسية اللي هي من أبرز الأزياء التقليدية في تونس، وأدرجوها ضمن التراث الثقافي العريق للبلاد. يعود تاريخ الجبة إلى العصور الإسلامية، وقت اللي كانوا يلبسوها كان النخبة وكبار الشخصيات في المجتمع. وبعد بشوية ولات جزء من اللباس اليومي للرجال في تونس. تاريخياً كان الناس اللي لبس عليه واللي في سراه هما اللي يلبسوا الجبة، وكان قماشها من العزيز والغالي اللي يقول لك كما الحرير. أما الجبة اللي مصنوعة من الصوف ولا القطن هي الأكثر لباس شيوعا بين الطبقات الشعبية. لكن شنو اللي يخلي الجبة التونسية مميزة؟ هي الحرفة اليدوية المتقنة اللي تعتمد على مهارات خاصة في خياطتها وتطريزها وتصميمها، تتميز بك التفاصيل الدقيقة من الحرير والصوف مع نقوش وزينة تتناسب مع الذوق التونسي الرفيع. الجبة التونسية متنوعة برشا في القماش والزينة، كما تلقى جبة خفيفة مصنوعة من قماش خفيف لوقت الربيع والصيف، تزينها تطريز باليد كلها ضخامة وفيانة. تلقى زادة جبة ثقيلة من الصوف باش تدفي في الشتاء، تتميز بالألوان الغامقة كما الأكحل والبني والألوان تختلف. ثم زادة جبة فاخرة تتصنع من أقمشة غالية كما الحرير والخمري، ويلبسوها في المناسبات الخاصة ولا الرسمية، يتخللها تطريز دقيق وزخارف ذهبية ولا فضية، وتتزين بالخرز ولا بالأحجار الكريمة.
ثم زادة جبة رياضية اللي هي لبس يومي يلبسوها أكثرية الوقت، تكون أكثر بساطة من غير طريزة معقدة. الجبة التونسية تختلف ألوانها مثل الأبيض، الأكحل، الأزرق الغامق، والألوان الترابية البني الرمادي. الألوان الزاهية مثل الأحمر والأخضر والأزرق السماوي، وقد تكون موجودة في الجبة الفاخرة واللي تنجم تكون يلبسوها في الأعياد والمناسبات الكبرى. الألوان الفاتحة كيما البيج واللي تتلبس في الصيف ولا في المناسبات الخاصة، وهي أكثر لبسة تقليدية اللي حافظت على رونقها على مر السنين وتسجل حضورها في أكثر مناسبات، خاصة منها الأعراس ومحافل الأفراح. الجبة التونسية تتلبس زادة كلبسة رسمية واعتبروها رمز الانتماء، ما جعل شخصية عامة يلبسوها في المناسبات، وظلت وما زالت الجبة مسيطرة بحضورها في أغلب حفلات الأعراس التونسية التقليدية. يلبسها العريس ليلة زفافه ويوم عقد قيرانه، كما يلبسوها أغلبية المدعوين من الرجال في بلاصة البدلات العصرية. علاش؟ لفيانتها وضخامتها. الجبة هي من أعرق اللبس التقليدي في مختلف الجهات، وتتوفر في المناطق الشمالية كيف ما نلقاوها في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية، وفي الغالب نلقاوها في أسواق المدن والقرى. ومن هنا تجي أهمية مراكز التكوين المهني اللي تساهم في تدريب الأجيال الجديدة على هذه الحرفة الرفيعة. في مراكز التكوين المهني يوفروا دورات تدريبية متخصصة تعلم المتكونين تقنية الخياطة والقص وتعريفهم بأنواع الأقمشة المختلفة اللي تستخدم لصناعة الجبة. يتم تدريبهم أيضا على التطريز اليدوي، وهي مهارة تتطلب دقة كبيرة لصناعة الزينة والنقش التقليدية اللي تزين الجبة. بالإضافة كيفاش تعلم طرق الخياطة المتقنة اللي يضيف للجبة رونق خاص. هذه المراكز ما تكتفيش على التعليم الفني بركة، لكن تساهم زادة في المحافظة على التراث اللي باش تنقل هذه الحرفة إلى الأجيال القادمة. ومن خلال التكوين المهني النجم المتكون في الاختصاص هذا باش يدخل سوق الشغل في صناعة الأزياء التقليدي والتخصص في تصميم وبيع الجبة التونسية. إن شاء الله تكونوا قد استمتعتوا معنا في الحلقة هذه، وإن شاء الله نلقاكم في الحصة الجاية من برنامج مهنة زمنية وشية طيبة.